ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يعني لازم نتجرب عشان نعرف هنا أبناء المجهول. المحنة مش دايما عقاب، ساعات بتكون كشف، بتكشف مين اللي بيجاهد فعلا ومين اللي بيجاهد بالكلام. بكل بساطة المواقف عاملة زي النار، بتصهر الحديد وبتحرق الورق، وساعتها بس تعرف مين اللي كان حديد ومين اللي كان ملوش لازمة. في ناس بقى عندها موهبة غريبة، تسيبك مش عشان غلطت لكن عشان حد تاني فهمه أكتر، بس الحقيقة هو ملقاش حد تاني فهمه ولا حاجة، هو لقى حد لسه ما اكتشفوش. اللي يسيبك عشان حد غيره عمره ما بيختار صح، هو بيفتكر انه كسب بس هو خسر اللي كان حقيقي. زي اخوة سيدنا يوسف عليه السلام، افتكروا انهم خلصوا منه لما باعوه بدرهم، بس هو اللي بقى العزيز وهم اللي رجعوا يطلبوا منه المساعدة. الخيانة ساعات بتفتح باب الكرامة، في ناس فعلا بتتغير بس مش ضدك، لا بتتغير عشان نفسها. المشكلة مش في الناس بس، المشكلة اننا بنقيسهم بنفسنا ونقول انا ما كنتش اعمل كده، بس انت مش هو ونفسك مش نفسه. في ناس شكلهم محترم بس اول ما تتعرض لموقف حقيقي تختار نفسها وتسيب الكل، مش عشان هما اتغيروا، لا بس عشان رجعوا لطبيعتهم.